فيلمنا بيبدأ بفان غريت وهو في عربيته وماشي هو والسواق بتاعه. فجأة بيسمع صوت حد معدي من جنبه، بيبص على السواق بتاعه بيلاقي راسه طايرة، بيرمي نفسه من العربية على طول وبينزل يجري وسط الزرع. وفجأة بيلاقي الخيال مآتة اللي ظهر في أول الفيلم. بعدها الفارس بيجي يقطع راسه هو كمان. بنروح هنا لمدينة نيويورك سنة 1799 والظابط كريم بيلاقي في المية جثة موجودة. بيروح للحاكم بيقول له احرقوها. كريم بيقول له احنا مش عارفين ايه سبب الموت. بيقول له انت شفتها في الميه يبقى اكيد مات غرقان. بيقول له انا عاوز افحصها. بيقول له احنا مش همج. وبيمسكوا وقتها واحد حرامي وبيقول لهم ارموه في الزنزانه. وبيقول هنا كريم في المحكمه ان لسه لحد دلوقتي بيعتمدوا قوانين التعذيب بتاعه القرون الوسطى، وبيقول لهم هو ليه هو الوحيد اللي شايف حل الجرايم دي. والقاضي هنا بيقول له في مدينه في الشمال هتاخد يومين عشان توصل لها اسمها سليبي هولو. 3 هناك اتقتلوا في خلال اسبوعين وكل جثه بالراس. وهنا كريم ما فهمش يعني ايه. وهنا كريم بيطلع الطائر اللي هو كان عنده في القفص وبيحرره قبل ما يمشي وبيتحرك على سليبي هولو. بيلاقي هناك كل اللي بيشوفوه بيقفلوا الشبابيك، وبيلاقي الناس اللي مسؤوله عن المراقبه بيجهزوا نفسهم. وبيروح لبيت فان تاسل، بيقابل بنته وبتقول له انا كاترينا بنت فان تاسل. وبيخرج يقابله وبيقول له ان هو الضابط كريم عشان يحقق في جرائم القتل اللي موجوده. وهنا فان تاسل بيعرف جرين على الموجودين واهم ناس في القريه. جرين بيقول لهم 3 اشخاص ماتوا، بيتر وابنه ديريك وبعدها باسبوع الارمله وينشيب. وبيسالهم في حد مشتبه فيه. وهنا رينفيد بيقول له رسوم ما كانتش موجوده اصلا. وبيحكوا ليه القصه اللي موجوده ان الفارس من المرتزقه الالمان وكان بيركب حصان اسود عملاق اسمه دير ديفل، وكان بيطير روس اي حد، وكان محد بسنانه على شكل روس حادة عشان يضيف شكل مرعب ليه. وهو بيهرب بالحصان الجنود ضربوا الحصان بالنار، فهو ساب الحصان وهرب في الغابة وكانوا بيدوروا عليه. فهو بيقابل بنتين بيقول لهم محدش يعمل صوت. واحدة منهم بتقوم عاملة صوت وبيجوا عليه وبتبدأ حرب معاهم لحد ما بيموتوه، وبياخدوا السيف بتاعه وبيقطعوا راسه بيه ودفنوه في الغابة دي. وهنا كريم ايده بتترعش من اللي بيسمعه. ورينفيد بيجيب له كتاب وبيقول له الكتاب ده انا بوصيك انك تقراه. وكرين هنا بيقول لهم ان القاتل من لحم ودم. والمخرج هنا بينقل لجوناثان وهو شايف الفارس جاي عليه، بيسيب المكان اللي هو فيه وبيجري على الغابة، وبيكون الفارس جاي وراه لحد ما بيطير رقبته برضه. وهنا واحد الصبح بيجي يبلغ ان الفارس قتل واحد تاني. بيروحوا هناك وبيقولوا ان الضحية الرابع هو جوناثان. هنا كريم بيقول لهم الراس قالوا اتاخدت. وكرين هنا بيمثل مكان رجل الحصان وبيقول لهم ان هو رجع ياخد الراس تاني. وهنا بيشوف بمادة كيميائية على الراس وبيقول لهم في تفاعل كيميائي يعني ضربوا ضربة قوية. وهنا بيشوف الرقبة قالوا له في ايه، قال لهم ان الجرح اتكوى في نفس اللحظة زي ما يكون السيف كان مولع. وهنا بيقولوا ان دي نار الشيطان. وابن جوناثان راح لكرين وبيقول له ان هو عايز يبقى معاه ويساعده في القضية دي. وهنا في لبس بيقول لكرين في حاجة لازم تعرفها، وهي ان جوناثان مش الضحية الرابعة، دي ال5 وهم 5 ضحايا في 4 قبور. وهنا كريم بيطلع الضحايا اللي ماتت من القبور وبيطلع الارملة وينشيب وبيعمل فحص عليها، وهم بيكونوا واقفين مستنينه بره وبيقول لهم ان هي كانت حامل. وهنا كريم بيكون ماشي على الكوبري وبيلاقي الفارس واقف وراه. كريم بيحاول يجري منه بس الفارس وراه برضه لحد ما بيوقعه على الارض وبعدها بيسيبه ويمشي. بس ده مش بيكون الفارس، ده بيطلع بروم صاحب كاترينا وبيضحك مع اصحابه. وكرين يغمى عليه وبيحلم بامه وهي بتنادي عليه وبتطول اللعبه بتاعه الطائر، وبيقوم مفزوع من النوم. وبيروح الاوضه اللي هي فيها الدفايه بيلاقي كاترينا قاعده ومش بتمانع ان هو يقعد، وبيسالها عن سليبي هولو. بتقول له ان سليبي هولو كلها مش بترتبط باي حد تاني، كل اللي فيها في المدينه يا قرايب يا بيتجوزوا بعض، يعني بيتجوزوا منهم فيهم بس يعني. وبتديله كتاب كان لامها وبتقول له خليه معاك وهو هيحميه. وهنا بيروحوا عند كوخ كده وهو بينزلها بتشوف علامات في ايده. بتقول له ايه دي؟ قال لها هي معاه من صغره. وهنا بيلعبها باللعبه بتاعت امه وبتقول له ده سحر علمني ازاي. قال لها ده مش سحر،
ده صورتين وما نسرعها بتبقى صورة واحدة. وهنا القاضي فيليبس بيكون ماشي وبيقول له انت قلت لي انها كانت حامل، وبيقول له انت ليه مش مصدق ان مفيش حاجة اسمها الفارس ده، ومش مصدق. وفجأة بيلاقي الفارس داخل عليهم ورايح على فيليبس بيطير راسه وبياخد الراس من قدام كرين وبيغمى عليه. بيصحى كرين خايف ومش راضي يخرج من اوضته. دخلوا بيقول لهم كان فارس من غير راس. قالوا ما احنا قلنا لك. قال لهم انا شفته كان ميت من غير راس، انا كنت هناك وبيغمى عليه تاني. وبيحلم كرين بابوه وهو بيعذب امه وبيصحى مفزوع من النوم. وبيخرج بيقول لهم انا عاوز حد يروح معايا الغابة، بس محدش بيرضى غير ابن جوناثان هو اللي بيروح معاه. وهم في الغابة بيلاقوا كهف بيروحوا، وطبعا كريم بيدخل ابن جوناثان الاول وبيلاقوا ساحرة. ابن جوناثان بيسأل الساحرة انت عارفة حاجة عن الفارس؟ بتخرج الطفل وبتاخد كرين وبتقول للطفل ما تدخلش لو ايه اللي حصل، وبتقول لكرين يروح عند الشجرة. وكرين خرج بيقول لابن جوناثان يلا هنروح. قال له المخيم بتاعه، قال له لا هنروح قبره. وهنا كريم بيشوف حد ماشي وراهم، بينزل يشوف مين، بتطلع كاترينا. وبيروحوا هما التلاتة لشجرة الموتى وبيكون شكلها غريب جدا. وكرين هنا بيلاقي دم عليها، بيجيب الفاس وبيفضل يكسر في الفروع بتاعتها لحد ما بيلاقي رؤوس الناس اللي اتاخدت كلها موجودة. وبيلاقي فوق الشجرة قبر، بيقول لهم التربة هنا طرية. وبيحفر كريم بيلاقي الهيكل بتاع الفارس بس من غير الراس. عشان كده الفارس بيطلع من قبره وبيقطع راس اي حد لحد ما راسه ترجع له. وفجأة الفارس بيطلع من الشجرة وبيشوفهم بس بيسيبهم ويمشي. وهنا كريم بينزل يجري وراه بالحصان بتاعه عشان يلحق اللي رايح له على قد ما يقدر. وهنا بروم والفرقة اللي المفروض مختصة بالحراسة بتتوزع، والفارس بيدخل بيت واحد وبيحاول يدافع عن نفسه. وهنا مراته بتدخل ابنهم في مخبأ تحت الأرض عشان ما يعرفش مكانه، وبعد كده بيقتل جوزها وبيدخل يقتلها هي كمان. والواد الصغير بيفضل يتحرك تحت الأرض لحد ما بيسمع صوته وبيجيبه من تحت الأرضية وبيفضل يصوت. فبروم بيسمع الصوت بيروح عليه وبيضربه بالنار بيوقعه من الحصان، والفارس بيقوم ويسيبه ويمشي. بروم بيحاول يضربه بالسيف بس الفارس بيصد الضرب بتاعه وبيكون اصلا مش عاوز يحارب بروم ولا عاوز يموته وبيسيبه ويمشي برضه. وكريم بيكون جوه كمان وبيجروا منه على الكوبري. بيلاقوا الفارس نازل من وراهم وضرب كريم بالسيف في كتفه وبيقسم بروم نصين وبيسيب كريم ويمشي. وهنا كريم بيقول لهم ان الفارس ما كانش عاوز يقتله لا هو ولا بروم. وهنا اكتشف ان الفارس مش بيقتل عشوائي، وان الضحايا بتوعه الشخص اللي بيسيطر عليه هو اللي متحكم فيهم، والشخص ده سرق الجمجمة بتاعته. وهنا بيحلم بأمه تاني وهي بتتعذب وبيحط ايده على الكرسي بتاع التعذيب بالغصب، عشان كده ايده لسه فيها علامات. وبيصحى مفزوع بس المرة دي بيلاقي كاترينا. وهنا كريم بيحاول يشوف ايه يربطهم ببعض. بعد كده فتح الكتاب بتاع شجرة العيلة وبيروح لكاتب العدل هاردنبروك وبيقول له سيبني في حالي. وهنا ابن جوناثان بيلاقي شنطة ابوه وبيفتحها بيلاقي ختم فان غريت مفتوح. وهنا فان غريت كان كاتب وصية قبل ما يموت وكتب فيها الأرملة وينشب، وبيلاقوا شهادة جواز بينه وبين وينشب في السر، وكتب كل أملاكه ليها وهي وابنها. وكرين هنا عرف إن الأربعة الكبار بتوع البلد كلهم كانوا عارفين عشان يداروا عليه. وهنا أول حاجة فان غريت وابنه اتقتلوا على إيد الفارس، وبعدها وينشب وجوناثان عشان جوناثان هو اللي كان موقع على الوثيقة. وهنا بيرجع لأقرب أقارب لسه موجودين لحد دلوقتي وهو فانتاسل. وهنا كريم بيشك إن فانتاسل هو اللي عامل كل ده. هنا كريم بيرجع اوضته وبيلاقي كاترينا فيها وبتخرج وتسيبهم. بعد كده كريم بيطلع يقف على الكرسي عشان في عنكبوت على الارض وبيقول لابن جوناثان يقتله، بس ابن جوناثان بيلاقي تحت السرير حاجه فبيشد السرير بيلاقي سحر معمول لكرين. وهنا المخرج بينقلنا لكرين وهو واقف مع مرات فانتاسل، وفانتاسل بيقول له ان هاردنبروك شنق نفسه، وراح هنا لمراته وبيقول لها خلصي عشان يلحقوا الجمع اللي في الكنيسه. وبيلاقي الفارس جاي وراها ورفع سيفه وهيموتها، وبيجري يقول لكاترينا الفارس قتل مرات ابوكي. والفارس بيجي عليهم بيجروا كلهم جوه الكنيسه، وكرين وجوناثان كمان بيدخلوا. وهنا كريم بيكتشف ان الفارس مش عارف يدخل الكنيسه وبيكسروا الشبابيك وبيضربوا نار عليه، بس هو مش بيتاثر عشان هو ميت اصلا. وهنا كريم بيروح يقول لهم ان الفارس مش عارف يدخل الكنيسه. وهنا فانتاسل خد المسدس من كرين، والدكتور لانكستر قال له ان ده الوقت عشان نعترف باللي عملناه وان اصحابك الاربعه خانوك. وريفند بيقوم ضربه على راسه مموته.
بيموته. فانتاسيل بيضرب ريفند بالمسدس بيموته، وهنا الفارس بياخد حبل وبياخد خشبة مدببة كده وبيربطهم في بعض وبيضربهم في فانتاسيل وبيسحبه من الشباك، وبعدها بيرجع عشان يقطع راسه وياخدها. وكريم بيلاقي السحر مرسوم تاني، بيعرف ان كاترينا هي اللي عملته. وهنا كريم بيقرر يسيب سليب هولو ويرجع لنيويورك تاني، وبيحذر جوناثان وبيودعه. وهو ماشي بيشوف جثة مرات فانتاسيل وبيألف في الكتاب، بيلاقي علامة السحر دي تبقى حماية للناس اللي بنحبهم من الأرواح الشريرة. فبيرجع تاني ويروح يشوف جثة مرات فانتاسيل، بيلاقي ان الجرح ده معمول بعد ما ماتت، وان كده مش هي، وانها السبب ورا كل حاجة. وهنا مرات ابوها بتظهر لها وبتكون مرعوبة وبيغمى عليها. وهنا كريم بياخد العربية ويرجع عشان يلحق كاترينا. وهنا مرات ابوها بتقطع من شعر كاترينا وبتحضر روح الفارس، وبتقول له ان هي اخر واحدة وبعدها هتسيب له الجمجمة بتاعته. وبيجي لنا هنا الفارس وهو بيطلع من الشجرة. فاقت وقالت لها ان ابويا شاف الفارس بيقتلك. قالت لها لا، هو شافه وسيفه مرفوع وانا اللي بتحكم في الفارس. والجثة اللي اتحطت مكانها بتاعت سارة الخدامة، وكان ليها فايدة أخيرا. كريم راجع بأقصى سرعة وهي بتحكي لها عن الفارس إن هي واختها قابلوه زمان، وهي كسرت غصن من الشجرة والجنود جم قتلوه. وبتقول عملت كده عشان تسقر من فانجريت، عشان سابهم وهم صغيرين يموتوا من الجوع. وأبوها سرق بيتهم وعشان كده دخلت بيتهم إن هي كانت ممرضة لأمها وقتلت أمها واتجوزت أبوها. وبتقول لها برضو إن هي قتلت أختها عشان ساعدت جرين وابن جوناثان. وهنا كريم بيكون وصل قبل الفارس بس بيكون جه، فبيدخل الطاحونة وبيشغلها وبيحاولوا يهربوا منه على قد ما يقدروا. بس الفارس بيدخل وبيطلع وراهم وبيكون هيموت كريم خلاص. بعد كده بيطلعوا فوق على سقف الطاحونة وبيولعوا في الطاحونة كلها، وبينزلوا من على المراوح بتاعتها وبيجروا قبل ما تنفجر، وبتنفجر الطاحونة كلها. وكاترينا هنا بتقول له هو مات. كريم قال لها اصلا هو اصلا ميت، يعني هيموت ازاي؟ والفارس بيخرج من الطاحونه وبيركبوا العربيه ويجروا، وهو بياخد الحصان بتاعه ويطلع وراه. وهنا كريم بيكون عاوز يعطله عنهم، فبيروح يشوفه بيلاقيه طالع له من على العربيه، بيضربه بالنار فبينزله على الارض. وكريم بيكون فاكر ان هو كده خلاص اتخلص منه، وهو واقف على العربيه بيغبط في غصن شجر بيقع على الحصان بتاع الفارس، وبيشوف ان هو على الارض فبينط عليه عشان يخليه يبعد من على العربيه، وبيخليه يفك ايده من العربيه بس بيمسك في الحصان بتاعه وبيفضل وراهم. وهنا كريم بيكون مفكر جوه العربيه بيلاقيه فوق، وهنا العربيه بتتكسر وبيقع كريم، وبيكون الفارس خلاص هيموته بس بيلحق نفسه وبيكسر اخر جزء وبيسحب مع الحصانين، والفارس بيتقلب بالعربيه بس بيقوم تاني عادي. مرات ابوها بتيجي وبتضرب كريم بالرصاص وبتمسك كاترينا وبتقول للفارس تعالى موتها. كريم بينزلها من الحصان وبتكون ماسكه كريم ابن جوناثان بيضربها، ولسه الفارس هيموت كاترينا. كريم بينادى عليه وبيدوله الجمجمه بتاعته وبيركبها على دماغه. وكريم بيوري كاترينا ان الكتاب هو اللي حماه من الرصاصه. والفارس هنا بيرجع لشكله الطبيعي تاني وبيركب على حصانه وبياخد الساحره ويدخل بيها جوه الشجره. وطبعا زي اي موقف بيحصل كريم بيغمى عليه تاني. وهنا في الاخر كاترينا وكريم راحوا نيويورك بعد ما كل حاجه اتحلت. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عاوزنا نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.